من هنا من مخيم الجليل إلى عين الحلوة دمنا واحد، وستبقى المخيمات الفلسطينية قلعة صمود ومقاومة. إن ما حدث يوم أمس ليس مجرد رقم ولا خبر عابر، بل صرخة تذكرنا جميعا أن المخيمات ليست أماكن سكن فحسب. مخيم عين الحلوة هو عاصمة الشتات الفلسطيني. مخيم عين الحلوة رمز الشتات الفلسطيني. احنا اليوم عم نأكد من مخيم الجليل اننا شعب واحد وجرح واحد ووجع واحد. اليوم مخيم الجليل بنرفع راية عين الحلوة، بنرفع راية شهداء عين الحلوة. ريحة المسك الفايحة من دم الشهداء بعين الحلوة واصلة على مخيم الجليل. صح مخيم الجليل هو أبعد مخيم عن الحدود الفلسطينية، بس مخيم الجليل بأكد الوفاء لدماء الشهداء، بأكد إنه إحنا جسد واحد ووجع واحد. لا نبالي بالطغاة. فهذا المخيم الصامد الصابر لن يركع ولن يستسلم رغم المجازر الوحشية، وهذه الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني هي امتداد للجرائم الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة. ونقول لهذا الاحتلال الصهيوني إن دماء شهدائنا لن تذهب هدرا، وستبقى شعلة للكفاح والنضال حتى العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.